سيستم دو كوريكسيون جينيتيك الأولى. ثانيا ما يساعد على هذا النظام هو الحليب الأم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لكم وحاولت تقنع راسك. فالاستيقاظ باكرا. فكانت لنا فرصة اليوم أننا جينا لمدينة وجدة. فصراحة كالعادة يعني لما كتمشي عند الناس اللي هما راقيين فكانت محاضرة يعني فيها تفاعل كبير، فيها تجاوب كبير. الحمد لله كاين واحد المنسوب ديال الوعي مرتفع في المغرب كامل وفي وجدة كذلك وفي المنطقة الشرقية. فالحمد لله جينا كانت أجواء أسرية. علاش؟ لأن بحكم اننا ما حسيناش براسنا اننا كنا في محاضره بقدر ما كنا واحد الجلسه اللي هي عائليه. كنشكر صراحه الناس ديال وجده، كنشكر الفيدراليه ديال القصور الكلوي صراحه لان كانت هي داك القنطره الفاصله بيننا وبين يعني المجتمع المدني ديال وجده. فكانت محاضره المحاور ديالها يعني تدور كلها على الصحه في الوقايه والعلاج، خاصه وكنعيشوا الان دابا واحد مشاكل صحيه متعدده. فتكلمنا على النظام الغذائي، تكلمنا على الأغذية المغربية، حاولنا دائما نركزوا وهذا هو الأهم والخصوصية ديالنا هو الثقافة الغذائية المغربية بعيون علمية. يعني نعرفوا الجانب العلمي ونعرفوا جدودنا لما داروا الثقافة ديالنا فكانت الثقافة تستجيب تقريبا 91% لما يعني يتم المناداة به عبر العالم دابا والتوصيات. فشيء جميل أننا نشوفوا ثقافتنا تستجيب للتوصيات عالمية، فهذا جيد جدا وهذا هو الهدف. فالتجاوب كالعاده كان تجاوب ايجابي، يعني تجاوب رائع، تجاوب اللي كيعكس ان الناس ديال وجده محتاجين غير داك التوجيه. وان شاء الله احنا حاولنا اننا يعني هذه ماشي اول مره غتكون ان شاء الله. وبالمناسبه كنشكر كل المنظمين، كنشكر السلطات المحليه صراحه لتسهيلات جيده جدا الفيدراليه، وكنشكركم نتوما كصحافه. علاش؟ لان دوركم كبير بزاف، دور كبير بزاف انها تكون حاضره معك الصحافه باش تغطي هذه الاحداث من اجل ان عندكم دور مهم ودور لتاثير المجتمع. فشكرا لكم انكم حضرتوا معنا، وان شاء الله الى ان نلتقي لنرتقي. فنتمنى ان شاء الله اننا يعني المحاضرات المقبله، وهذا وعد ان شاء الله، المحاضرات المقبله مع الفيدراليه ان شاء الله غادي تكون ان شاء الله اكثر تخصص، خاصه لما تكون المناسبه ديال القصور الكلوي لنا عوده اننا نهضروا على هذا الموضوع ان شاء الله باذن الله. ميمون حامدي، رئيس فيدرالية تنمية جمعيات القصور الكلوي بالجهة الشرقية. الحقيقة كانت هذه الأمسية اللي هي تحسيسية بالدرجة الأولى، وبما أن الغذاء واحد الأمر اللي هو أساسي بالنسبة للصحة ديال الأفراد، فارتأينا أن نستضيف الخبير في التغذية السيد أحليمي محمد اللي يتكلم لنا على النظام غذائي متوازن. وفعلا كانت هذه الأمسية رائعة بحيث أننا ما مليناش رغم طول المحاضرة، لأن كانت محاضرة شيقة وكانت غنية بالمعلومات سواء العلمية سواء العملية. وكنتمنى أننا الناس ديال وجدة يكونوا استفادوا وأننا حققنا الهدف نتاع التحسيس والوقاية